اوعى تسمح لبني آدم كائنا من كان ان هو يخسرك صحتك النفسية. اوعي تحت اسم الحب ان واحد عمال يحطم فيكي نفسيا، ما تقبليش حاجة زي كده ابدا. اوعى تسمح تحت اي مسمى من المسميات انك تسمح لانسان يحطمك نفسيا. اوعى تسمح لاي موقف كائنا من كان ان هو يضيع صحتك النفسية. انت مش قد انك تفقد صحتك النفسية. طول ما صحتك النفسية بخير انت بخير. والله العظيم طول ما صحتك النفسية حلوة انت زي الفل. ممكن تكون مش عارف تقف على رجليك من المرض في جسدك، لكن صحتك النفسية طول ما هي واقفة، طول ما انت بخير. تكلفة خسارة صحتك النفسية لا تقدر بثمن. يعني هو بإيدي؟ بإيدك. يعني ايه بإيدي؟ تاخد قرار. الفيديو ده لو طلع قدامك فخليك متأكد انها عمرها ما كانت صدفة. ربنا لما بيختبر حد عمره ما بيشيل حد اكتر من حمله، عمره ما بيدي حد حاجة هو مش هيقدر يشيلها. فكل ما بتشيل زيادة خليك عارف انك قوي وانك هتقدر وانك قد اللي انت فيه. هقول لك كلمتين بتفرق في ثانية، ما تعرفش ايه اللي بيحصل. هتلاقي واحد طلع لك من تحت الارض حللك المشكلة، مهما كنت شايفها مكلكعة، مهما كنت شايف ان انت مش قادر، مهما كنت حاسس ان انت خلاص جبت اخرك، مش هتعرف بتتحل ازاي، مش هتعرف الحل بيجي لك منين. بتفرق في ثانية، بس انت خليك واثق بصاحب الحل. لو في نصيحة واحدة بس هديها لنفسي ولأي حد بيسمع الفيديو ده دلوقتي، انه بلاش نعيش في سيناريو لو كان ده حصل كان هيبقى احسن، وانه انا افتكر ان انا ممكن تكون خطتي احسن من خطة ربنا. انا مش طالعة بنظر ولا اي حاجة، لانه انا بفكر نفسي زي ما بفكركم، لانه مش على طول ببقى اوصل للكونكلوجن ده، بس يعني احنا بنفكر بعض. دايما بحاول افتكر كده كمان مقولة حلوة قوي: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. فدايما تأكدوا انه الواقع اللي انتوا فيه دلوقتي او الواقع اللي انا فيه دلوقتي هي احسن حاجة، حتى لو انا مش شايفة ان هي احسن حاجة، حتى لو انا مش عارفة اشوف الخير اللي فيه. بس دايما كده احاول على قد ما اقدر ما احكمش على مشهد صغير في حياتي وانا لسه مش عارفة اشوف الصورة كاملة، وانا لسه مش شايفة اصلا الحاجة دي دلوقتي بتحصل عشان ايه. فده ريمايندر كده سريع يخلينا ما نعيش في قوقعة الندم او في قوقعة انه لو كان ده حصل كان هيبقى احسن بكتير. فده كده ريمايندر سريع لاي حد بيفكر الافكار دي النهارده. خلي طاقتك ووقتك ليك، تقعدش طاقتك ووقتك للناس، وده قال ايه وده عمل ايه، طب ومش عارف هنا حصل ايه، وشفت فلانه جابت ايه وده ايه، ودي اتجوزت مين، وده طلق مين، والحق اصل ده مش كل ده وقت شتت التفكير. الوقت ده انا ليه اضيع وقتي؟ ده الوقت ده حاجه غاليه جدا. يعني انت لو شايف الوقت ده فلوس هتهدره كده؟ لا ولا مليم ولا مليم. انا عايز الناس تشوف الوقت ده فلوس. هتعمل بيها ايه الفلوس دي؟ تتأثر. هيجي يوم من الايام هتستوعب انك انت كتير كنت بتقلق بشكل كتير غريب وزياده عن اللزوم، انه ربنا سبحانه وتعالى دبر الامور بطريقه افضل ما انت كنت تتمنى. وانا متاكد كل واحد عم بيسمعني هلا مر بموقف زي هيك، كان بتمنى اشي كتير ربنا سبحانه وتعالى ما عطاه وبدله خيرا منه، وكان بقلق من شغله كتير وهلا بتطلع بقول يا اخي انا كيف كنت قلقان هالقد. كل ما كانت ثقتك وحبك لربك سبحانه وتعالى اعلى، كل ما ارتحت بهاي الدنيا اكثر. كل شيء حواليك حيروح وكل شيء حواليك متغير، فلوس بتروح وبتيجي، الاصحاب اليوم بحبوك بكره بكرهوك، الاب وابنه بيختلفوا مرات، الام وابنها بيختلفوا مرات، ولكن الشيء الباقي هو ربنا سبحانه وتعالى. كل ما قويت ايمانك فيه وكل ما عرفت واحسنت الظن فيه، كل ما انت ارتحت اكثر، وصلت للهدف الاسمى بهاي الدنيا اللي هو السلام الداخلي. ركز عليه وشوف وين حتوصل باذن الله. ليه الفرج يتأخر أحيانا من رب العالمين؟ إجابة الدعاء في لحظات ممكن تميتك، تدمر حياتك. يا رب اتجوز فلانة، لو اتجوزتها هتشوف أيام سودة. يا رب أنا عايز أبقى غني. طاقة الثراء هتظهر فسادك وعهرك وسيئاتك. يا رب اشفيني. لو شفيت قبل اللازم مش معرفتش لسه قيمة الصحة. هل أنت تحتملي طاقة الفرج دلوقتي؟ يعني لو نهاية المرض هل تحتملي حمل الصحة؟ هل تعلمت الدرس؟ هل قرأت رسالة المرض؟ هل تعلمت رسالة الفقر؟ هل أخذت بكل أسباب الغنى؟ هل تحتملي طاقة الغنى والثراء ولا لا؟ عشان كده ربنا بيديها في الوقت المناسب. ينفعش يجيب دعائك في أي وقت.
ثقي في توقيت رب العالمين، لأن كل شيء أنزلناه وقتا وكمية بقدر. وصلت؟ طول ما انت جاي على نفسك محدش هيقدرك. اسمعها تاني، طول ما انت جاي على نفسك محدش هيقدرك.